السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا افكار كده حلوة. قلنا نمسك نوع بدأت الاول حاجة، اول فيديو باللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة ممكن تطلعي منها حرفيا اكتر من 20 اكلة، ودول بجد يعني ممكن تكتبيهم ورايا هيطلعوا اكتر فعلا من 20 اكلة، وموفرة طبعا عن اللحمة العادية. واسما ان احنا برضو كلنا لحوم، يعني منها كلنا لحوم وبتوفير. اللحمة المفرومة ممكن اعمل منها حواوشي، ممكن اعمل منها برجر، لحمة باردة زي عرق اللحمة التريبيانكو، ممكن اعمله بلحمة مفرومة بيبقى حلو جدا. ممكن اعمل منها كباب كداب، ممكن نعمل لانشون، آه، مش كباب كداب، بفتيك كداب، وبيتعمل برضو منها كباب كداب على فكرة. ممكن كفتة برغل، ممكن كبيبة شامي، ممكن لازانيا بلحمة مفرومة، ممكن ايه تاني، في حاجات كتيرة قوي. ممكن كفتة بانيه بالبيض والبقسماط، ممكن كفتة برغل، كفتة رز، حاجات كتيرة جدا ممكن تتعمل باللحمة المفرومة. وهوريكم نماذج دلوقتي من حاجات كتير أنا عاملاها في القناة بلحمة مفرومة. فطبعا هتوفر علينا جدا. يعني أنا مثلا لو عملت بربع كيلو، عصقته وعملت بيه صينية مكرونة. ربع كيلو عصقته وعملت بيه مثلا محشي كوسة لحمة مفرومة، حطيت عليه كوباية رز أو كوباية ونص رز، وحشيت بيهم لحمة مفرومة، حشيت بيهم كوسة أسفة. فكده عملت أكلة حلوة جدا. جبت ربع كيلو لحمة مفرومة وحطيت عليه ربع كيلو برغل وعملته. دي كفتة مشوية مثلا اهيت، عاملينها في البيت. دي بقى وجبات موفرة جدا. يعني ربع كيلو عملت بيه صينية مكرونة بشاميل، وهتقضينا يوم. جنبها شوية بطاطس محمرة، شوية مخلل، أي حاجة. برام لحمة، مكرونة بلحمة مفرومة برضو بربع كيلو. يعني تخيلوا كده، يعني أنا هوريكم أكلات ممكن الكيلو يعمل 4 وجبات منها. دي كفتة داود باشا، ممكن تاخد أكتر من ربع كيلو لو انتوا عدد. وعندنا طريقة تانية موفرة جدا، دي ممكن بربع كيلو فعلا نعمل أكلة. عملتها في برام خضار مشكل مع الرز الأبيض، وهتأكلنا كويس جدا ومغذية والطعم حلو قوي. عندنا كمان صينية المسقعة باللحمة المفرومة. دي صينية قرنبيط باللحمة المفرومة. كل ده ما بياخدش كمية، يعني ربع كيلو ممكن يعمل لي صينية. بيتزا باللحمة المفرومة. دي فطيرة جلاش باللحمة المفرومة، أنا عاملاها بميكس لحوم وبرضو مش مكلفة نفسي. كان عندي كام سجق في الفريزر، حتة بسطرمة، لميت البواقي. دي فطيرة بس بالعجين بلحمة مفرومة برضو. وفي أفكار كتيرة جدا عندنا ممكن نعملها. زي ما قلنا، كفتة البرغل، الكبيبة الشامي، كفتة الرز طبعا. هحط نص كيلو لحمة عليه نص كيلو رز، والشبت والبقدونس والبصل هيطلع لي وجبة كفتة رز حلوة جدا. ففي أفكار كتيرة قوي ممكن نعملها باللحمة المفرومة وتوفر لنا وتفرط معانا أكتر من بقية الحاجة. طبعا أنا هعمل لكم فيديو تاني برضو إن شاء الله عن المصنعات الفراخ أو أفكار للوجبات بتاعت الفراخ. البفتيك الكداب بيبقى حلو جدا، ممكن نعمل جنبيه مكرونة، نعمل جنبيه رز بشعرية، أيا كان.
يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.